نيجي بقى للسيناريو الثاني. دلوقتي انت دخلت عملت كوبايه الشاي، بس انت طبعا كنت بعد المغرب وخلاص فطرت وربنا كرمك، دخلت عملت نفس الغلطه، حطيت الملح مكان السكر، بس هنا كان عندك الفرصه انك تدوق الحاجه قبل ما تروح تسلمها للحاج، فجيت تدوق لقيت نفسك عامل المصيبه دي، فمباشره انت تاخد كوبايه الشاي وتروح ترميها وهتعمل واحده ثانيه. جيت عملت كوبايه الشاي، جيت تدوق لتاني مره لقيت ان السكر خفيف، هتقعد تزود سكر لغايه ما تطلع السكر مظبوط زي ما الحاج طالب منك. ده هنا اللي هو بيسمى الكلوز لوب سيستم. طب ليه سميناها كلوز لوب سيستم؟ لان انت عندك هنا اصبح فيه فيدباك او مرجعيه بتقول لك السيستم بتاعك دلوقتي حالته ايه، او هو دلوقتي وصل لايه، والفيدباك دوت انت هنا عملته عن طريق انك دقت كوبايه الشاي، شفتها هل فعلا هي وصلت السكر المظبوط ولا لا. ده كده بكل بساطه الفرق بين الاوبن لوب سيستم والكلوز لوب سيستم. برضو عندك مثال في البيت، عندك البوتاجاز بتاع المطبخ، بتيجي دلوقتي تولع العين بتاعه البوتاجاز، مفيش حاجه بتيجي تقول لك انت درجه الحراره حاليا وصلت كام، هل وصلت 100 وصلت 200 300، مفيش اي حاجه بتقول لك الكلام ده. غير الميكروويف، الميكروويف عندك بتيجي تدي درجه